السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله تكونوا على طول بخير وصحة وعافية دائما. رحب بمتابعيني على قناة قطايب الشام ويسعد كل أوقاتكم. اليوم رح نحضر مع بعض مربى التين. جبتهم أنا من امبارح، كانوا صحيين وما أحلاهم. لليوم هبطوا مثل ما كنتم شايفين دبلوا على الآخر. هذا الشيء ما بيأثر أبدا، نحن بيهمنا النتيجة. المكونات مثل ما كنتم شايفين ولا أسهل. تين، عندي تقريبا كيلو تين. 3 كاسات سكر، ححط لهم 3 كاسات سكر. شرحة ليمونة، ما بدنا الليمونة كلها، بدنا شرحة ليمونة بتكفي وزيادة لأنه الكمية عنا قليلة مثل ما كنتم شايفين. حنحضرها بمنتهى السهولة. هلا هيك بعد ما صفيتهم، يعني اضطريت احطهم بالحبة مشان حتى ما يتفعوصوا وينتزع منظرها. هلا بعد ما نزلت التين بالطنجرة اللي بدي اعقدهم فيها، رح نزل السكر فورا فوقهم. هلا ممكن تخلوهم من الساعة للساعتين لحتى تنزل ميتهم، بس انا ما حخليهم لاني انا بدي احطهم على نار هادية. ورأسا ححط شرحة الليمون لحتى يعقدوا كلهم مع بعض ويطلعوا متجانسين. انا ما بدي احط ملح الليمون مثل ما تعودتوا علي، انا بحط ملح الليمون، بحط شرحة ليمون حتى ما اتغلب بالعيار الليمون وملح الليمون يطلع القطر ماسك او لا. هلا هيك بشرحة الليمون بتطلع العيار كتير ظابط. هلا شرحة شوفوا كيف بهذا الشكل بكفي وزيادة. بس حقيم من هذا البزر بس يعقد الليمونه كتير كتير طيبه. بس يعقد الليمون جربوها، كتير كتير طيبه. نحن بناكلها اكيد ما بنكبها. وهلا رح ارفعهم على الغاز. هلا شغل الغاز تحتهم على نار هاديه مثل ما قلت لكم مشان حتى ما يلزقوا ويتغيروا. مثل ما كنتم شايفين الليمون اخر شيء بناخذ خواصه، ومنه نكهته كتير طيبه، نكهه الليمون كتير طيبه، ومنه صحي اكثر بدال حمض الليمون. رح نتركهم على نار هاديه لحتى تنزل ميتهم. هلا بعد نص ساعة شوفوا كيف نزلوا السوائل اللي فيهم، نزلت ميتهم كلها. انا ما دقرتهم ابدا ابدا، حتى اذا بدي بحركهم بمعلقة الخشب مشان تكون حوافة مثل ما كنتم ملاحظين سميكة. المعلقة العادية بتكون حوافة رقيقة، نحن ما بدنا ننزع لهم شكلهم. هلا لهم مسام مثل ما عم لكم، وشوفوا ميتهم مي غمرهم يعني صارت. انا ما ضفت لهم مي نهائيا. هلا رح اتركهم تقريبا ساعتين لحتى يعدوا على مهلهم. هلا انا حاططهم على غاز القهوة، يعني انوص غاز عندي. حاتركهم ساعتين ليعقدوا على مهلهم وبعدين بنشوف شو بدي. هلا شوفوا كيف بعد ساعة ونص عقدوا. شوفوا لونهم ما احلى بشهي القلب. هلا بقى رح اطفي الغاز واتركهم ليهدوا ومنقدمه. ما ضل اسهل من هيك مربى. شفتوا منتهى السهولة، ما فيها لا عجقة ولا فيها غلبة. هي عبارة عن 3 مكونات مثل ما شفتوا، تين وسكر وليمون. خليتها ساعتين ونص على الغاز، وشوفوا النتيجة ما أحلاها مثل الذهب. هلا يمكن لأنه هي الكمية قليلة مبينوا كل هالقد، والحمد لله النكهة ولا أطيب من هيك. عن جد عن جد مثل العسل. إن شاء الله ألف صحة وهنا على كل مين بيجرب هالطريقة. تعالوا نشوف قلبها مثل العسل ما شاء الله. هيك بدها تكون مشان حتى ما تخرب كل السنة. هلا أنا عندي الكمية قليلة مثل ما شفتوا، بس لما بتكون تنونو بدها تكون هيك عائد قلبها حتى تضاين معكم كل السنة وما تخرب ما يصير لها شي.